إذن أن المؤمن إذا انقضى رمضان ما ينبغي أن يخرج عن كونه صائما. يعني إلا خرج رمضان ماشي راك ما بقيت صايم، لا، خصك تبقى صايم. ليس بمعنى الانقطاع عن الشراب والطعام والشراب وشهوتي البطن والفرج، كلا طبعا، ولكن من حيث اكتساب الصفات. ما الصائم؟ المنقطع إلى الله، السائر إلى الله، المحافظ على حقوق الله، كما في الحديث الذي ذكرناه مرارا وتكرارا: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. صائم يعني لست أو ليس لي من الوقت ما أشتغل به في مجادلتك أو مخاصمتك أو مقاتلتك. أنا الآن مع ربي، ما ينبغي أن تكون إلا مع ربك حتى ولو خرج شهر رمضان. فرمضان إذن شهر للتخلق، هذا الذي أردنا أن نخلص إليه، شهر ديال التخلق، شهر للتطبع. تطبع، شنو هو التطبع؟ واحد الطبيعة ماشي ديالك، ماشي فيك، كتحاول تركبها لراسك. التطبع. وفي الحديث الصحيح عن سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. العلم ما هو العلم في الإنسان؟ العلم صفة، فلان عالم أو طبيب أو مهندس، صفة، هذيك راه من الصفات ديالو، لأن عنده واحد الخبرة قائمة بنفسه، جزء من الهوية ديالو. فكذلك إذن العالم صفة في الإنسان الذي تعلم. إنما العلم بالتعلم، يعني الصفة تكتسب. وتتمة الحديث: وإنما الحلم، خلق الحلم، وإنما الحلم بالتحلم. شحال من واحد يمكن يكون سريع الغضب في ردود الأفعال الطائشة، لكن يمكن له يبدلها الطبيعة. فإنما عليه أن يتطبع بالحلم، أي أن يتحلم اليوم وغدا وبعد غدا حتى يصير حليما. ما معنى حليما؟ يعني فيه الحلم بشكل طبيعي لا يتكلف. فتعلم العلم تكسب واكتساب لصفة ليست فيك، وتحلم الحلم أي أن تحاول أن تكون حليما ولو لم تكن في الواقع حليما، لأنه يوما ما تصبح حليما. كذلك أخلاق الإسلام جميعا. رمضان فرصة ومدرسة لاكتساب أخلاق الإسلام باش كتسمى مسلم. ولذلك قلت هو ركن من أركان الإسلام، ما جعل شيئا آخر، ما هو شي نافلة من النوافل أو هو واجب من الواجبات العادية. ركن يعني سارية كتقوم عليها البناية ديال الإسلام والصفة اللي انت بها مسلم. فيجب إذن أن تكتسب من رمضان أخلاقا معينة، إذا خرج هو رمضان وانقضى شهره ومدته بقيت فيك هي، أي تلك الأخلاق، أخلاق الصائمين. أخلاق الصائمين تبقى بك. وأخلاق الصائمين إنما هي الانقطاع إلى الله بالخيرات والبركات والحسنات والتوجه إليه في كل أمرك، والانقطاع عن كل ما ينقض دينك وإسلامك وخلقك. الانقطاع عن سائر الموبقات من الزنا والخمور وتعاطي الأموال الحرام وكل الكبائر التي حرمها الإسلام. شهر رمضان الذي سماه رسول الله شهر الصبر في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: شهر الصبر فرصة للاصطلاح مع الله جل وعلا. الإنسان خصو يتصالح مع ربه اللي خلقه، والصلح الصادق لا الكاذب. شو البرهان والدليل على أن الصلح ديالك كان صحيح؟ ولما يخرج رمضان تبقى أنت لا تتحول أحوالك من صلاح إلى فساد، ومن علو إلى نزول وانتكاس وارتكاس. هذا إذن كان صومه كاذبا. الصدق في الصوم إنما هو التخلق. من الآن، من هذا اليوم تبدأ في التخلق بالأخلاق التي بها تكون مسلما، واللي هي الأصول ديال الدين ديالك.